بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده وصفه حلوه جدا من وصفات الحلويات. احسبوها بقى كيك بالشوكليت، احسبوها بسكوتات بالشوكليت. بصي، اللي عايز يسميها يسميها بقى، المهم ان هي طعمها تحفه جدا وتستاهل التجربه. عن جد بجد وصفه حلوه جدا جدا جدا. احلى حاجه فيها ان انتي مش عارفه تميزي هي كيك ولا بسكوت ولا ايه بالظبط. يعني هي بصراحة هي الطعم، بصي، بتدوب في البق كده ذوبان. هعملها معاكم النهاردة بطريقة حلوة قوي قوي، وماشية معايا على نفس الخطوات بالظبط. ان شاء الله تبقى ناجحة معاكي والمقادير مظبوطة 100%. مش هقولك ان المقادير فيها يعني ايه، كده يعني. بصي، ما فيهاش اي غلطة ان شاء الله بإذن الله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا ويوفقنا جميعا يا رب. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ده تحطوا لي بقى لايكات حلوة منكم واشتراكات حلوة في القناة، وان شاء الله بإذن الله نكبر بيكم بإذن الله. يلا بينا على الفيديو بتاعنا نشوف هنعملها ازاي. هنا بشوقكم كده بكوباية الشاي. بصي يعني مش ما اقولكيش، يعني الطعم ما شاء الله ما شاء الله. حلو جدا. يعني الشكل بصراحة حلو والطعم اجمل بصراحة. يلا بقى على الفيديو بتاعنا نشوف مقاديرنا ووصفتنا. هنا انا جبت 3 كوبايات دقيق من الكوبايه المعياريه دي. 3 كوبايات دقيق عليهم نص معلقه بيكنج باودر ورشه ملح. دي مكونات الجافه. دي مكونات جافه: 3 كوبايات دقيق، رشه ملح، نص معلقه بيكنج باودر، وهركنهم على جنب. ما فيهاش مكونات جافه غير كده. وهركنهم بقى على جنب. هنشوف ايه بقيه المقادير. بقيه المقادير: كوبايه سكر بالكوبايه المعياريه برضو اللي انت عايرتي بها الدقيق، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، وبيضتين. يعني اول حاجه هعملها هنا هجيب الخلاط بتاعي. مش هتحتاج بقى مضرب كهرباء ولا تحتاج مثلا تضربيها لغايه ما تنعم ولا الحاجات دي. كل اللي هتعمليه هتجيبي الخلاط بتاعك وايه ومكوناتك وتيجي بتاع ده بيضتين ورشه فانيليا حلوه كده. والافضل ان هي تكون سايله بتديها طعم وريحه حلوه قوي، ونص كوبايه زيت. وخلاص على كده. وهتضربي معايا المكونات وتشوفي الخطوات معايا واحده بواحده. طبعا كلنا اجسامنا بتحتاج يا جماعه حلويات وحاجات دي في الشتاء. يعني في الشتاء بتحتاجي اكتر تاكلي حاجات مسكره، فاعمليها لاولادك وتبقى حلوه جدا في اللانش بوكس الصبح. بجد يعني تحط لهم كده منها قطعه او اتنين مع السندوتشات بتاعتهم، بتبقى حلوه جدا. هضرب المكونات دي مع بعضها في الخلاط، وبعدين هاجي هتشوفوا هنعمل ايه. هنا حطيت شوية خل. انا الخل والملح اساسي عندي في المعجنات. شايفين لونها بقى فاتح ازاي؟ بس ده اللي انا كل اللي عايزاه هو ده. هاخد كده. هنا هشيل 3 معالق دقيق لان هستبدلهم. مش هستبدلهم بقى، انا هحطهم في نفس العجينه تاني بس عجينه الفانيليا. لان العجينه دي بتنقسم الى نوعين: نوع فانيليا ونوع شوكولاته. فانا هستعمل بدل ال3 معالق دول، هستعمل بدل منهم ربع كوبايه كاكاو. يعني لما اقسم العجينة 2 هحط على نص العجينة ربع كوباية كاكاو، والربع التاني هحط نفس ال3 معالق دقيق دول. هنا هلف كده العجين مع بعضه. هنا اكنك بتعجني، يعني ما تقوليش بقى من تحت لفوق ولا الحاجات دي، هي مش كيك هي. وفي نفس الوقت هتطلع ناعمة قوي وبتدوب في البق، متعرفيش يعني، هي بصراحة حاجة سحرية كده. طعمها حلو قوي. هنا هلم العجينه كده. وعايزه اقول لكم حاجه كمان: هي هنا هتحتاج مني دقيق تاني. فبجد هي لو احتاجت دقيق مفيش اي مشكله، مش هتبوظ معاكي الوصفه خالص. هي هنا العجينه طريه قوي. هنا ربع كوبايه الكاكاو. هي ما كانتش ربع كوبايه جامده، يعني ربع كوبايه قصدي كامله. هي كانت اقل، علشان كده هي احتاجت معايا دقيق تاني. بس انا عشان الكاكاو عندي كان دارك، كان غامق، فاداها نفس اللون اللي انا كنت محتاجاه، اللون الغامق قوي. بس انتي لو هتستعملي كاكاو اللي هو المحلى ده، لا هتستعملي افضل حاجه تستعملي الدارك دي. هنا خلاص لفتها وزودت لها كمان معلقه دقيق عشان تلم معايا. لو احتاجت منك معلقه دقيق او معلقتين حط لها، ما تخافيش خالص. اهم حاجه تحسي ان هي فيها تلزيقه بسيطه، ما تحسيش ان هي عجينه ناشفه. فهمتي؟ ده اللي انا عايزه اقوله يعني.
هنا الدقيق اللي انا طلعته ده هحطه على على العجينه دي. انا كنت اخده منه اللي هي بالكاكاو، كنت اخده منه اللي هي بالكاكاو، علشان كده هو نقص معايا واحتاج معلقه كمان اللي هو الفانيليا. ماشي. هنا كنت ناسيه اسيح الشوكليت بتاعتي، هعملها على حمام ميه. يعني حطيت حله تغلي وحطيت فيها شويه ميه، واحط عليها الكاكاو تسيح معايا. ده كل اللي بتستعمليه، وبتحط معاه معلقه سمنه او معلقه زيت عشان تديها اللمعه الحلوه دي. شايفين انا هنا زودت لها معلقتين الدقيق، ولسه فيها تلزيقه كده. انا محتاجه التلزيقه دي عشان تبقى ناعمه معايا، البسكوته ناعمه معايا وطعمها حلو. هنا خلاص بقى عندي اللي هو النوعين، نوع بالكاكاو ونوع بالفانيليا. هنا بوريكم بقول لكم فيها تلزيقه بسيطه، ما تبقاش ناشفه يا جماعه، يعني هي ما تبقاش ناشفه. يعني عجينة الكاكاو دي بالظبط لو انتي هتحطي ربع كوباية كاكاو بالظبط كاملة، انا ما كنتش حطاها كاملة، عشان كده احتاجت معايا كمان معلقة دقيق. فبقول لكم لو احتاجت منكم ازيد يعني من معلقة او معلقتين لغاية 3 معالق عادي جدا، مش هتبوظ الوصفة، والوصفة تبقى حلوة وناعمة وجميلة. هنا بتقسميهم كده لقطع متساوية شبه بعضها، كل يعني قطعة بتقسميها ل4 بالشكل ده كده. طيب هنا خلاص الشوكليت معايا ساح خالص. ما حطيتلوش يا جماعه اي حاجه غير معلقه سمنه او معلقه زيت، حطوا ده او ده. والحله اللي انتوا هتعملوا عليها حمام البخار ده، حمام الميه ده، فلازم تكون اكبر من الحاجه اللي انتي حاطين فيها الشوكولاته عشان ما يطلعش منها بخار يبوظ لك الشوكولاته. فهنا الحله اللي انا عامله فيها اكبر من اللي انا بسيح فيها. فهمتوا انا قصدي ايه؟ وربنا يحسن يا رب ما بين ايديكم. هنا كانت خلاص ديت، هطفي عليها كده وهرجع لوصفتي تاني، هشوف انا عملت ايه. طيب هتعملي ايه بالكور اللي انت كورتيها دي؟ انا هعملها رول كده بس متساويه، يعني انت حاولي تطلع منك متساويه عشان تبقى العجينه قد بعضها بالشكل ده كده. انا هعملها كده يعني خلف خلابي، قصدي نوع كده ونوع كده. يعني الاول الفانيليا، وبعد كده هعمل كاكاو، فانيليا وكاكاو، فانيليا وكاكاو كده يعني، عشان تديني التمويجة اللي انتوا شفتوها معايا دي في الوصفة في اول الفيديو، عشان تديني التمويجة دي. شايفين الشكل؟ ما شاء الله، الله اكبر. جميل. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ هنجيب اتنين من على الطرف ده، احطهم على اللي جنبهم، واتنين اللي على الطرف ده احطهم على اللي جنبهم. هي ما شاء الله عشان العجينة معايا طرية وحلوة، ف... فماشية معايا على طول يعني تحس ان هي بتلزق شوية كده، وده المطلوب بصراحة. لو نشفت منك ممكن تتحول لحاجة تانية غير البسكوت، فانا مش عايزاها تنشف منك. شايفين الشكل حلو ازاي؟ لف كده من الناحية دي ومن الناحية دي، لف من الناحية دي ومن الناحية دي، عشان تديك الشكل الحلو اللي انت شفتيه في اول الفيديو. هنا ورق الزبدة مش مساعدني، فهنزلها على الرخامة احسن. انا والله بحب اعمل كل حاجة على رخامتي من غير ما يبقى عليها اي حاجة، بتريحني كتير بصراحة. هنا خلاص الرول كده بالشكل ده، هنقسمه لاتنين ونرجع نلفهم نفس اللفة. يعني هنقسمها لاتنين ونرجع نحطهم جنب بعض تاني ونلفهم نفس اللفة دي. وبعد كده خلاص بتجيبي ورق الزبدة تدهنيه شوية زيت وتحطيه في الصينية بتاعتك، وخلاص على كده بالشكل الجميل ده. خلاص هنا دهنا ورقة الزبدة شوية زيت عشان ما تلزقش فيها، وحطيناهم في ورق الزبدة، وفي الصينية تكون على مقاسها. اهم حاجة الصينية تكون على مقاس العجينة. وخلاص بتلفيهم وتكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي فوق. بتطلعي الشبكة بتاعتك فوق يعني قبل الشواية بشوية، علشان تاخد تستوي بطريقة كويسة وتوزيع الحرارة يكون صحيح. طيب بقى انا هعرف منين هي استوت ولا لا؟ ما هي ملفوفة في الورق الزبدة ده، هعرف منين؟ هتجيبي خلة كده خلاص هي استوت وطلعتها. بتجيبي خلة كده وتحطيها، بس ما يعد او قبل ما تعمليش كده قبل ما يعدي ساعة الا ربع. هي بتاخد حوالي ساعة الا ربع في الفرن، وفي ناس لو فرنها بطيء بتاخد ساعة.
طلعت لي بالشكل الجميل ده. انت بتحطي الخله، طلعت الخله نظيفه خلاص بتطلعيها، بس تحطي الخله في كام حته فيها كده، يعني تحطيها في النص وفي الطرف من هنا ومن هنا. طلعت الخله نظيفه خلاص هي كده استوت. ما طلعتش نظيفه بتسيبيها تكمل سواها. هنا خلاص كانت زي ما قلت لكم هي ساحت معايا الشوكليت، هنوزعها بقى عليها كده. غلطتي الوحيده هنا ان انا ما حطيتهاش على شبكه عشان الزيادات تنزل تحت، ما تلزقش في الطبق، لان انا كنت ناويه اقدم في نفس الطبق ده، بس طبعا ما عرفتش لان الدنيا ايه، بقى فيها شوكليت كتير تحت. بالشكل ده وزعي بقى بالطريقه اللي انتي حباها. انا هكتفي بكده بس، يعني انت لو عندك بقى مكسرات وعندك جوز الهند وحاجات من دي ممكن تحطي على الوش كده، بس انا هكتفي بالشكل ده كده، مش هزود عليها حاجه. كفايه قوي الشوكليت عليها الصراحه، يعني بيديها شكل وطعم جمال بصراحه. وانا برضو بنصحك ان انت تختاري نوع شوكليت حلو، عشان هو هيبقى يعني كميه الشوكليت فيها كبيره، فهتدي هي اللي هتدي الطعم للبسكوت. فهمتيني؟ فيا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. آم، ويوفقنا اللهم امين. خلاص كده كنت خلصتها. هي هتقعد يعني زي نص ساعة كده في الفريزر، مش هتكمل كمان نص ساعة، او في التلاجة حطيها في التلاجة، هتاخد لها ساعة او حاجة عبال ما تجمد. هنا وهتكون خلاص خلصت. نشفت. هنا يعني بقول لكم شايفين خلاص نشفت هي خالص، خلصت هنقطع على بقى كده. ونشيل الزيادات اللي عليها بإذن الله. يعني انا هنا بقى بصراحة أنا استنتجتها سبتها من نشفت الشوكليت الحديدي، طبعا الصبح قلت لكم مش هرميها الصراحة طبعا، يعني، هنستعملها في حاجات وعملتها تانية. الصبح. بس الزيادات هي ما ديت بتاخدش هنزلها وقت، كده لأن احنا في بالشكل ده الشتاء كده. أصلا وهي بتجمد على طول، الشوكولاتة بتجمد على طول. هنا بقول لكم هنا بالشكل ده المفروض لو كده. عندك شبكة أنا أو حاجة علشان ما تحطي عليها حطيتهاش علشان على شبكة، المنظر ده. لو فالزيادات ما عندك شبكة أو نزلتش حاجة تحت. تحطي عليها انتي بقى الرول تحطي ده، على شبكة علشان لو احسن في لك، اي زيادات أو حاجة شبكة تنزل تحت، او بس أنا اي الصراحة حاجة إيه يعني كده، هستعملها ايه الصراحة يعني. مصفى عندك اي فحطيتها حاجة هنا كده وخلاص. تحطيها عليها هنقطع عشان ونودي الزيادات نحط في طبق تنزل. تقديم. اوكي. هوريكم هنقطع بس بقى المنظر. وتشوفوا الجمال والحلاوة والطعامة والشياكة. يعني لو عندك عيد ميلاد بتعمليها وتحطيها كده جنب التورت والجلاش والحلويات التانية بالشكل ده شايفين؟ كده، والله العظيم جميلة هي جدا. طبعا أول واحدة ما يعني بتطلعش مظبوط بصراحة قوي. حلوة جدا. عندك ضيوف برضو، جايلك ضيوف وانت عارفة ان انت جايلك ضيوف، ممكن ايدي تعمليها وتقدميها جنب الشاي كده، يعني حلوة جدا، وهي من الحلويات الحلوة قوي يعني. وحاجة مختلفة بقى عن الكيكات وعن الجلاش وعن الكنافة والحاجات اللي احنا عارفينها دي، حاجة مختلفة تماما. انا الصراحة بتمنى يعني ان هي تعجبكم وتنول رضاكم بإذن الله، وتجربوها وتقولي لي انا جربتها وعجبتنا جدا الوصفة ان شاء الله يعني بإذن الله. قطعيها بقى، انا بحاول اقطعها قطع حاولي متساويه، بقى تظبطي بس ايدك بقى الصراحه ما فيها عرفتش، لان انا عشان تطلع طبعا يعني مظبوطة. ايدي مش ميزان. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلعها قطع متساويه، بس ما ترفعيهاش، يعني حاولي تخنيها شويه علشان تبقى انا ماسكه نفسها. لما تيجي تاخدي القطعه كده تحسي ان انتي ماسكه ايه، مش رفيعه ممكن تتقطم في ايدك، لا، يعني حاولي تخنيها شويه. وطلعت لي خلاص كميه كده حلوه بكتير. جدا والله. يعني طلعت لي كميه حلوه بالنسبه للحلويات اللي احنا بنشتريها دلوقتي والاسعار الصعبه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، فهي يعني بالمكونات ما هيش غاليه يعني. انت لو هتكلفيها وعايزه تشتريها من بره، لا، الحلويات بره دلوقتي كلها ما شاء الله في العالي يعني، بقت غاليه جدا. هنا بقول لكم بدوقها معاكم، طبعا بقول لكم طعمها حلو قوي. اعملوها، اولادكم ان شاء الله هتعجبهم الوصفة دي بإذن الله، وهيطلبوها منكم بجد. ولو عجبكم الفيديو زي ما قلت لكم حطوا لي لايك واشتراك حلو كده منكم. واشوفكم ان شاء الله فيديوهات كتيرة وجميلة، وادعوا لي بالتوفيق يا رب، بالتوفيق في قناتي. ولكم بالمثل، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.